اهلا بيكم في قناتي يوميات دودي الامام. بفكركم ما تنسوش تدعموني باللايك وبالاشتراك وتفعيل زر الجرس. ويلا بينا على الفيديو الجميل الشيق دوت للناس اللي عايزه تغير ستاره البلكونه بتاعتها ومحتاره في النوع وفي الشكل وفي المقاس. يلا بينا، توكلنا على الله. تنسوش تصلوا على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايب قلبي، وحشتوني جدا، وحشني التصوير الفيديوهات، وحشني ان انا انزل فيديوهات ليكم. والله العظيم غصب عني بقى، ظروف قهرية جدا. كانت حماتي بجد تعبانة جدا وقاعدة عندي، وهي لسه ما زالت موجودة، فانا قلت ما بديهاش، يعني هي داخلة عمليات، عايزاكم تدعوا لها دعوة حلوة من القلب. بصوا بقى يا جماعه، النهارده جايبه لكم بقى الفيديو بتاع النهارده بقى، اللي هو فيديو الاشتياق، ان انا مشتاقه ليكم جدا بقى، فقلت انزل لكم فيديو حلو هينفعكم بقى للناس اللي عايزه تغير ستاره البلكونه، ومش عارفه بقى تجيب قماش ولا جلد ولا مشمع ولا مش عارف ايه. تعالوا بقى، الفيديو النهارده مليان مفاجآت وحاجات حلوه جدا جدا هتعجبكم. وعايزه اقول لكم بقى ان انا هغير الستاره بتاعت البلكونه، اللي قالت من الهوا دبنا ومن الشمس دبنا ودوبان دوبان، فقلنا خلاص الحمد لله ربنا من عليا وهغيرها. جايبه بقى نوع القماشه اللي معايا دي يا جماعه، حلوه قوي قوي قوي. انا مش هوريها لكم، اما لما تعملوا لي لايك دلوقتي، والناس اللي لسه اول مره تشوف القناه ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه. ويلا بينا نشوف القماشه. عملتي لايك ولا لسه؟ عملتي؟ طب عملتوا اشتراك؟ يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا بينا على النبي يا جماعة، صلوا بينا كده على النبي. وعايزة اقول لكم كده، ادعوا لحماتي بالشفاء يا جماعة، داخلة عمليات والله، وهتعمل شرايح ومسامير وربنا يقومها بالسلامة يا رب ان شاء الله، والعملية تنجح بإذن واحد احد. بصوا بقى يا جماعة، القماشة دي والله العظيم ما هتحتاجي مشمع، ولا هتحتاجي اي حاجه تحطيها عليها ان شاء الله باذن الله يعني، ولا هتحتاجي ان انت تركبي الستاره الجلد دي اساسا، اللي بتشيل الشمس والهواء وبتبقى كاتمه قوي يعني. دي حاجه كده جميله سبيشال، جميله جدا. لونها فاتح وحلو. وانا اخترت اللون الفاتح كمان ليه؟ علشان اللون الغامق، الكحليات والحاجات الكحلي في اسود والكلام دوت، والزيتوني، الحاجات الغامقه دي لو انت بلكونتك على واجهه زي كده بلاش منها، لانها القماشه هتجرب منك، عارفه الشمس هتبهتها، هتخليها بهتانه. انما الالوان الزاهيه الفاتحه لا، مش بتبهت معاكي الى حد ما زي الستاره الغامقه، مش هتبهت معاكي الى حد ما زي الستاره اللي لونها غامق. اللي لونها غامق دي بتبهت بسرعه. دي حاجه. القماشه اللي انا هوريها لك دلوقتي بتنطر الميه بتاعت الشتاء، مش بتشرب الميه، يعني انت لو نطرتيها على الغسيل في وقت الشتاء صدقيني بجد، لانها عند ماما وعن تجربه مش بتنقع على الغسيل، والله هي بتنطر الميه بتاعت الشتاء. فانت اكيد محتاجه حاجه زي كده، حاجه لونها جميل تدي شكل حلو للبلكونه، حاجه بتحمي الغسيل من الشتاء. هقولك تاخدي المقاسات بتاعه البلكونه بتاعتك ازاي عشان تطلع مقاسها مظبوط. بصوا بقى، انا وجوزي اتحدينا بعض، جوزي مصمم ان مقاس البلكونه، بصوا انا عندي بلكونتين، بلكونه في الزقاق دي انا مش محتاجاها، وانا كده كده قافلاها من جوه، فانا كده هدخلها جوه الشقه فيما بعد باذن الله. دي بقى البلكونه اللي على الواجهه، دي اللي انا محتاجه ان انا اركب لها ستاره. جوزي بيقول لي لا، الواجهه محتاجه 15 متر، قلت له لا، هي محتاجه اكتر من كده. لما انا رحت طبعا لفيت عند تجار كتير عشان اشوف ايه احسن نوع قماش للبلكونه، وطبعا مامتي مركبه قالت لي يا بنتي خليكي في دي اهم حاجه. وده طبعا الدبوس بوريه لكم، الدبوس ده محمل وحلو، ليه مجرى كده من جوه بيبات فيها، ما بيتخلعش منك، والدبوس تقيل من خامته كمان نظيفه، ما تجيبيش اللي هو الرفيع ده، بلاش، هاتي اللي هو محمل وتخين شويه. القماشه دي يا جماعه هي الكتان، قماشه الكتان الخام، فاهمه؟ الكتان الخام، في كتان مضروب وانا شفته في السوق والله العظيم كده. بصوا انا بوريكم الحته دي اللي انا هعملها في الركن، يعني انا عملت حساب الركن كمان الجنب عشان اقفلها خالص، لان انا
ان شاء الله باذن الله. يعني البنات لو زهقوا من المذاكره في الاوضه ممكن يقعدوا كده، يحطوا قاعده عربي وترابيزه صغيره يقعدوا، واكون انا طبعا كده كده بفرش البلكونه، ويقعدوا يغيروا شويه من الجو بتاع الاوض. ممكن يقعدوا في البلكونه، ريحه حلوه قوي وهواها يعني الهوا بتاعها بيجي منها نضيف. وناويه ان شاء الله اجيب زرع كده، ريحان، ورد، الكلام دوت يدي ريحة حلوة للبلكونة ويدي حتى بهجة ليها. بصوا هنا بعد ما ركبتها دي 18 متر. هي الخياطة قالت لي قيسي بالشبر كده، شوفي كام شبر، فانا لقيتها 35 شبر. قالت لي يبقى دي محتاجة 18 متر. جوزي قعد بقى يقول لي لا هي 15. قلت له انا مش هعمل بكلامك خالص، انا هعمل بكلام الناس اللي هي خبرة يعني. بصوا هنا لما انا ركبتها طبعا هي رفضت تركب لي شريط، قالت لي لا 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 بلدي خالص الشريط يعني وبيبقى شكله مش حلو في الستاره، انا هعمل لك حاجه حلوه قوي. عملتها منها فيها كأن داخلها شريط من جوه، وعملت لي اخرام كبس. بصوا مديه شكل حلو قوي للستاره، عامله لي اربطه ماسكه من فوق لتحت عشان لو الجو هوا ما تتفكش. وكمان الاحلى من كده ان الستاره نازله للارض عشان ما تطرش، عشان كمان لما اجي انطرها على الغسيل ما تطرش من فوق الغسيل، هتبقى تحت الغسيل كمان. طب المقاسات كام يا ام شهد؟ انا جايباها 3 في 4، 3 طول في 4 عرض. دي 3 طول في 4 عرض. انا عندي طول البلكونه الطول 3 متر، الارض من السقف للارضيه بتاعه البلكونه 3 متر، وعندي عرض الستاره 4، 3 في 4 لو انت عايزه كده. بصي هنا القماشه انا عملتها كده اوريها لكم ان هي مش داخلها قطن، وماسكه للارض تمام، حلوه جدا جدا. ازاي تعرفي المغشوش؟ المغشوش لما تلاقيها مفتله موبره بتبقى خليط من الكتان على خامات تانية من الانواع، من خامات تانية، منسوجات تانية. دي مش حلوة خالص وبتدوب بسرعة وبتنقع على الغسيل، مش بتنطر المية. القماشة دي بتنطر المية يا جماعة والله بجد، لانها عند والدتي وعلى ضمانتي. قولي له عايزة الكتان الخام وما تجيبوهاش موبرة، لو لقيتيها مفتلة وموبرة لا دي مش حلوة خالص. تمام، حلوة جدا 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 اهيت، بسم الله ما شاء الله، ولونها كمان جميل قوي قوي اهي. بصوا مقفلها لكم، بقفلها من هنا وليها طبعا حبال من ناحيه الحيطه لو حبيت ادق مسامير واربط الحبال دي فيها اللي اربطها فيها. بصوا قفلتها كده، لا جيران يشوفوكي بقى ولا اي حاجه، واقعدي براحتك. مخنوقه من العيال وزهقانه، اقعدي براحتك، اعملي لك قاعده كده حلوه وخدي كوبايه الشاي معاكي او النسكافيه ولا القهوه وعيشي حياتك بقى، عيشي حياتك جوه البلكونه. مفيش حد كده شايفنا ولا اي حاجه. اللهم لك الحمد يا رب، واللهم بارك اللهم بارك. ستاره جميله جدا جدا للناس اللي حابه تعرف ازاي تنقي الستاره وتعرف نوعها ازاي. دي كتان، وهاتيها كتان اصلي، ما تجيبهاش الكتان المضروب اهو. وادعوا لحماتي دعوه حلوه من القلب كده، ربنا يقومها بالسلامه. هي قاعده عندي وانا طبعا ربنا يا رب يقوينا ويدينا الصحه، ربنا يكمل شفاها كده على خير. طبعا هي هتقعد وتسمع الفيديو يا جماعه، وهتسمعكم وهتشوف هوريها تعليقاتكم وانتوا بتدعوا لها كده، ربنا يقومها بالسلامه. وريتكم كمان ايدي ان هي كمان الظل بتاع الشمس مش باين، يعني معناه ان هي خامتها حلوه جدا جدا، مش رقيقه كمان، ولا تجيبوها خفيفه ولا تجيبوها تقيله، خير الامور الوسط. عشان ممكن تكون التقيله دي فيها خامات تانية، داخلها خامات تانية من الانسجه عشان تتقلها، ما تاخدوش بالتقل. لما تلاقوها موبره ما تاخدوهاش. ودي بتنطر الميه كده، اللهم بارك، يعني حلوه جدا جدا. اتمنى تدعمونا بقى باللايك وبالاشتراك، واشوفكم على خير، مع الف سلامه.